دلوقتي انا عندي emulsion. انا عندي هنا نوعين من الامولشن. عندي حاجة اسمها water in oil emulsion، وعندي حاجة تانية اللي هي oil in water. طيب ايه الفرق بيبقى بينهم؟ نفترض ان انا مثلا برمز بالاويل بالمنظر ده، والووتر ده اويل، وده مثلا شكل الووتر. تمام. فانا لو عندي ووتر ان اويل، ادي اهو الاويل مثلا، وعندي ووتر جواه، ده معنى ووتر ان اويل. تمام. طيب لو قلنا اويل ان ووتر، يبقى انا عندي ادي الووتر وعندي اويل جواه. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه اويل ان ووتر ان الووتر ده الاخير ده هو الاكسترنال لاير، الكونتينوس لاير او الاكسترنال لاير. تمام. طيب والاويل اللي جوه ده معناها dispersed droplet. طيب يبقى اقول اويل ان ووتر يعني الطبقة الكونتينوس اللي بره دي هي الاويل. تمام. ده الووتر قصدي، واويل ان ووتر يعني الووتر هي الاكتر، وجواها dispersing oil، يعني في دروبلت كده من الدهون معلقة جواه. طب لو ووتر ان اويل يبقى الاكسترنال فيز او الكونتينوس لاير او الاكسترنال لاير هي الاويل، وميه في زيت يعني الزيت هو الاكسترنال وهو الكونتينوس فيز، والميه جواه اهو زي كده. طيب هو احنا هنا لو ووتر ان اويل يعني ايه بقى؟ الووتر دي ادي اهي ووتر، بيبقى عبارة عن ايه؟ بيبقى ادي السيرفاكتنت اهو كده، كده السيرفاكتنت. دي بنقول عليها ايه؟ ده الديل ده اللي هو هيدرو فوبيك، ما بيحبش المية، هيدروفوبيك. او بنقول عليه لايبوفيليك، بيحب الدهون ما بيحبش المية. لكن الراس هنا، الهيد هنا، هي دي الهيدروفيليك. الراس هنا هي اللي بتحب المية، بدليل انها اهي رايحة عند المية. عشان كده ادي الديسبيرسد دروبلت اللي هي الووتر اهي، الووتر كده معلقة، يبقى دي الهيد دي هيدرو فيليك هيد. تمام. يبقى دي انواع السرفاكتنت. يبقى من الاخر كده انا بيبقى عندي او فكرة يعني ايه سرفاكتنت. سرفاكتنت يعني هو حاجة بيبقى فيها جزء بيحب الدهون وجزء بيحب الايه، المية. يعني انت هتلاقي تشين طويلة كده عبارة عن كربون تشين، ماشي، دي حاجات تحب الدهون. وهتلاقي مثلا في الاخر في مثلا OH او اي حاجة جروب
جروب كده تحب المية. تمام. طيب يبقى احنا عرفنا ان في نوعين من الامالشن دلوقتي، في ووتر ان اويل وفي اويل ان ووتر. اللي بننتهي بيه هو ده الاكبر، يعني لو قلنا ووتر ان اويل يبقى الاويل ده هو الاكبر، هو ده الاكسترنال فيز، اكسترنال لاير، هو ده الكونتينوس فيز، هو ده الاكبر. طب اويل ان ووتر انتهينا بووتر، يبقى الووتر دي هي الاكبر. طبعا ده هنا بنستخدمه او بنقول عليه هنا الفانيشنج كريم. الفانيشنج هنا بصوا الاويل ان ووتر، طبعا قلنا الووتر اكبر، فده كده vanishing كريم. لكن الووتر ان اويل يبقى الاويل هو اللي اكبر، ده الكولد كريم. يبقى الكولد كريم او الفانيشنج كريم عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن emulsions. الامالشنز دي حاجة كده سيمي سوليد، يبقى هما سيمي سوليد، يعني لا حاجة سوليد قوي ولا حاجة سايلة قوي، هو سيمي سوليد. سيمي سوليد عبارة عن ايه؟ عبارة عن سيمي سوليد عبارة عن solution، عبارة عن emulsion بيحتوي على ايه؟ ادي اهو emulsion بيحتوي على ايه؟ على solution زي الووتر مثلا، او suspension زي حاجة معلقة اهو، suspension او solution من الميديسنال agents عشان يحصل له application على السكين او الووندز. يبقى الكريم اللي انا بستخدمه، احنا قلنا في نوعين، في vanishing كريم وفي cold كريم. يبقى كده السكين كريمز يبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن semi solid emulsions containing solution or suspension of medicinal agent application to skin or wounds. يبقى هو ده السكين كريمز. يبقى ايه هو السكين كريمز؟ هو سيمي سوليد. يعني ايه؟ يعني emulsion، يعني يا water in oil يا oil in water، بيحتوي على solution او suspension من الميديسنال agent application to skin او wounds، بيحصل له بنحطه يعني على السكين او الجروح. يبقى انا كده فكرة الامالشن ان بيبقى عندي تو فيز، عندي فيز بيبقى اويل وعندي فيز بيبقى ووتر، عندي اويل وعندي ووتر. في الامالشن عندي يا اويل ووتر يا ووتر ان اويل. يبقى بيبقى في واحدة فيهم الاكسترنال او الطبقة الخارجية او الفيز الخارجية، والتانية بتبقى suspended معلقة. يعني هنا ووتر ان اويل، مين اللي suspended؟ الووتر suspending، تمام، معلقة في مين؟ في الاكسترنال لاير اللي هي الاويل. ده كده اللي هو الكولد، عشان ده التقيل، الكولد كريم بنقول عليه نايت كريم، كولد كريم، او اهو كولد او نايت كريم، ده النايت كريم عشان الاويل هي اللي بره. طب الووتر ان اويل، ده الووتر ان اويل. طب الاويل ان ووتر، يبقى الووتر هي اللي من بره، هنقرا من الشمال لليمين، يبقى الووتر هي اللي من بره، يبقى ده الفانيشنج كريم، لان الكونتينوس والاكسترنال لاير هي الووتر، فهي خفيفة، يبقى فانيشنج خفيف، وبنقول عليه دي كريم، ده الدي كريم او الفانيشنج كريم. تمام. والاويل هي الديسبيرسد دروبلت المعلقة او المنتشرة جوه المية، هي الاويل. تمام. دي فكرة الإيمالشن. وده معنى السيرفاكتنت اهو. السيرفاكتنت بيبقى فيه تشينز كده، بتبقى ما بتحبش المية، تشينز
كارهة للماء، وفي راس او جروب او بيقول عليها بولار جروب، بولار جروب، او في راس في جروب تبقى محبة للمية. طب هنا ده منظر الووتر ان اويل. طب لو هنا الاويل ان ووتر، ما احنا قلنا هنرمز بالاويل بالمربع او المستطيل ده، والووتر بالدايرة. فهنا دي المربع اللي جوه، يبقى ده اويل في ايه؟ في الدايرة. هي دايرة مرهقة شوية معلش. اويل ان ووتر. طب الاويل ان ووتر هيبقى شكله ازاي بقى؟ السيرفاكتنت هيبقى العكس. السيرفاكتنت هنا هيبقى العكس. ده كده اويل ان ووتر. اويل ان ووتر هيبقى العكس. هنيجي ناخد اهي دي نطلعها بره هنا اهو. هيبقى ده الاويل اللي جوه اهو. هيجي السيرفاكتنت عليه ازاي؟ هيبقى العكس. هيبقى الزيل هنا اهو. هيبقى الديل هنا. هيبقى الزيل هنا والراس بره. ادي الراس بره. ده اللي هو ايه؟ اويل ان ووتر. ده الاويل ان ووتر. ادي الراس هتبقى بره، والديل اللي هو بيحب الاويل هيبقى جوه. الجروب اللي بتحب المية هتبقى لبره. فهيبقى ده شكله. تمام. ده شكله. يبقى عكس ده. بص ده شكله ازاي وده شكله ازاي. ده كده. يبقى لما الاقي المنظر ده كده، ده كده اويل ان ووتر. خلاص. ده كده منظر سيرفاكتنت اويل ان ووتر. ايمالشنت اويل ان ووتر، عشان السيرفاكتنت راسه لبره، عشان قلنا دي محبة للماء ودي كارهة للماء. طيب لما الاقي المنظر كده اهو كده، ده كده ووتر ان اويل، عشان الحاجة اللي بتحب المية دخلت جوه، والحاجة اللي بتحب الدهون بره رايحة للاكسترنال. يبقى ده كده ووتر ان اويل اللي هو كولد كريم، اللي هو نايت كريم. ده كده الايمالشن. وده كده ده كده اويل ان ووتر اللي هو vanishing كريم، واللي هو دي كريم. الفرق ما بين ده وده، الاتنين بيعملوا لي ايمولينت. يعني مثلا في الايمولينت كريم في كولد وفي فانيشنج في الايمولينت كريم. تمام. فالاتنين هيدوني ايمولينت افكت. طيب دلوقتي هو الايمولينت كريم ده، هو انا يعني ايه استخدم ايمولينت كريم يبقى ووتر ان اويل، يبقى الاويل فيه اكبر، كميته اكبر، لان اللي بره ده هنا بيبقى هو الاكبر. يعني ايه استخدم حاجة الفيز فيها اويل اكتر؟ طب ما هيبقى مدهن. ما انا بستخدمه بالليل، لكن هو في الاول في الاخر هو مرطب، هو فيه زيوت اكتر، هو فيه دهون اكتر، فاكيد هو بيرطب. الفانيشنج كريم لو انا خارج بره عشان المية فيه اكتر، فلما بحطه على الجلد فانش، يختفي بسرعة، ما يقعدش مدهن كده وجريزي على الجلد. فده للخروج بره. لما اجي اخرج بره واحط حاجة مرطبة استخدم الفانيشنج كريم ده. تمام. طيب في حاجة في الايمالشن. تمام. الايمالشن في حاجة بنقول عليها سابونيفيكيشن.
saponification معناها ايه؟ saponification معناها emulsification. saponification معناها emulsification. هنا مش صابون، انا هنا بعمل emulsion. يبقى saponification يعني emulsification عن طريق الرياكشن ما بين الاسيد والبيز او الالكلي. لما اعمل رياكشن ما بين اسيد والكلي يعمل لي حاجة اسمها saponification او emulsification. زي فكرة الكريم بتاع بيز واكس بوركس كريم، ده نوعه كولد كريم. طيب الإمالسيفاير هنا فين؟ الإمالسيفاير هو بيبقى حاجة اسمها سيلف إمالسيفاير. سيلف إمالسيفاير يعني هو بيتكون إن سيتو، يعني هو بيتكون في وقتها عن طريق تفاعل البيز واكس اللي هو يعتبر واكس، ده أسيد، ده فات، تمام، ده فات، يتفاعل مع البوركس، تمام، البوركس اللي هو الالكلي، ويديني emulsification او saponification. هو ده السيلف emulsifier. دي مثلا formulation للإيموليانت كريم الكولد كريم اللي هو بيز واكس بوركس كريم. ادي اهو formulation بيز واكس 12.5 جرام، اوليف اويل 50 جرام، بوركس 1.1893 جرام، وايت سوفت بارافين 12.5 جرام، والبريفايد ووتر 24 ملي. ماشي، دي كده فورميوليشن للايه؟ لإيموليانت كريم نوعه كولد كريم. طيب هنا بيحصل الإيمالسيفاينج عن طريق ايه؟ الإيمالسيفيكيشن هنا بيحصل عن طريق ان انا بحط الفاتي مع بعض والاكواس مع بعض، بيحصل تفاعل ما بين البيز واكس والاوليف اويل، هما دول الفاتي سورس، هما دول السورس بتاع الفات. هنا ادي السورس بتاع الفات هو البيز واكس والاوليف اويل، دول بيتفاعلوا مع السورس بتاع الالكالي اللي هو البوركس، بيتفاعلوا مع بعض ويعمل لي emulsification او سيلف emulsifier ويعمل لي الإيمالشن. وادي هنا فورميولا للفانيشنج كريم. فانيشنج كريم برضو بنستخدم فيها السيلف إيمالسيفاير، ستيريك اسيد وجليسرين وبوتاسيوم هيدروكسيد وبريفايد ووتر. ستيريك اسيد 18.75، الجليسرين 6.25، والبوتاسيوم هيدروكسيد علامة 9.2.4، والبريفايد ووتر 98.75%. هنا ازاي بيحصل emulsifier او saponification؟ عن طريق الستيريك اسيد مع البوتاسيوم هيدروكسيد. البوتاسيوم هيدروكسيد ايه الفرق بينه وبين الصوديوم هيدروكسيد؟ البوتاسيوم هيدروكسيد بيديني مور سوفت كريم، بيديني سوفت كريم اكتر وسموث كده كريم وفاين كريم. عشان كده انا بستخدم البوتاسيوم هيدروكسيد لما اكون عايزه فانشنج كريم او حاجه ملمسها اخف. يعني بوتاسيوم هيدروكسيد مع الستيريك اسيد هيديني البوتاسيوم ستيريت او هيعمل لي السيلف emulsified. بس بيقول لي هنا معلومه اخد بالي منها، ان مش كل الستيريك اسيد بيتفاعل مع البوتاسيوم هيدروكسيد. بيقول لي هنا ان 25% من الستيريك رياكت مع الالكالي. يعني عشان يحصل saponification او emulsification مش كل كمية الستيريك، 25% من الستيريك اللي بيتفاعل مع البوتاسيوم هيدروكسيد عشان يديني الإيمالشن او السيلف emulsifier. ده طبعا هنشرحه بالتفصيل بعدين، بس احنا دلوقتي كنا عايزين نفهم يعني ايه emulsion
ويعني ايه سيرفاكتنت، ويعني ايه يبقى فيه اتكون كريم سواء ووتر ان اويل او اويل ان ووتر. وبعد كده هنبتدي نشرح انواع السيرفاكتنت، هنبدأ نشرح المرة الجاية انواع السيرفاكتنت والشحنات بتاعتها، ان السيرفاكتنت ده ممكن يبقى عليه شحنة موجبة او ممكن شحنة سالبة، او ممكن يبقى عليه شحنتين مع بعض، او ما يبقاش عليه شحنات خالص. تمام. عشان كده في حاجة خلينا نقول سريعا بس نبذة كده، ان في سيرفاكتنت عليه شحنة سالبة ده بنقول عليه انايونيك، انايونيك سيرفاكتنت. وفي سيرفاكتنت عليه شحنة موجبة ده بنقول عليه كاتايونيك سيرفاكتنت. وفي سيرفاكتنت عليه الشحنة الموجبة والسالبة ده بنقول عليه امفوتيريك، امفوتيريك يعني عليه الشحنتين بيبقى زي متعادل كده، ده الامفوتيريك. وفي سيرفاكتنت مش عليه شحنات خالص، فاضي مش عليه شحنات خالص، ده نون ايونيك يعني معلهوش اي شحنات، نون ايونيك مفيش ايونايزيشن اصلا، نون ايونيك سيرفاكتنت. تمام. يبقى انا عندي نون ايونيك وعندي امفوتيريك اللي عليها شحنة موجبة وسالبة، وعندي كاتايونيك سيرفاكتنت اللي عليها موجبة بس، وعندي انايونيك سيرفاكتنت اللي عليها شحنة سالبة بس. تمام. وزي ما قلنا احنا اخدنا في الامالسيفيكيشن في الإيمالشن ان اول حاجة الاسيد بيز ايمالسيفاي، اول حاجة قلنا الامالسيفيكيشن او السابونيفيكيشن اللي عن طريق الاسيد والالكالي دي بتستخدم فيها فري فاتي اسيد مع الكالي جروب. تمام. يعمل لي حاجة اسمها سيلف ايمالسيفاير ان سيتو. طيب وفي نفس الوقت لما جينا اخدنا الفانيشنج كريم، الفانيشنج كريم قلنا فيه فورميوليشن فيها الاستيريك اسيد مع البوتاسيوم هيدروكسيد. الاستيريك اسيد قلنا مش بيتفاعل كله، 25% اللي بيحصل لهم ايونايزيشن فيديني التفاعل مع البوتاسيوم هيدروكسيد ويديني الامالسيفيكيشن. وقلنا الكولد كريم او النايت كريم هو البيز واكس بوراكس كريم، اللي فيه بيز واكس بيتفاعل مع البوراكس. تمام. البوراكس في المية لما بنيجي نحط البوراكس في المية بيديني الالكالي، هو بيديني بوريك اسيد وبيديني صوديوم هيدروكسيد. تمام. بيديني الالكالي، واحنا قلنا الصوديوم هيدروكسيد اتقل من البوتاسيوم هيدروكسيد، فعشان كده هنا الكولد كريم بيبقى اتقل، لكن هنا عشان استيرك مع بوتاسيوم هيدروكسيد فبيديني فانشنج كريم سوفت مور سوفتنر عن او يعني ملمسه اخف عن الكولد كريم. دي المعادلة بتاعت الاستيريك اسيد. الاستيريك اسيد هنا مع البوتاسيوم هيدروكسيد بيديني بوتاسيوم استياريت ومية، عشان ده اسيد مع الكالي يديني بوتاسيوم استياريت ومية. تمام. احنا قلنا من ده بيتفاعل بس 25% اللي بيحصل لهم ايونايزيشن ويتفاعلوا مع البوتاسيوم هيدروكسيد، مش كله. يعني لو 100 جرام يبقى 25 جرام منه اللي هيتفاعلوا هنا. تمام. لكن ده البوراكس بتاع الكولد كريم اللي هو بيز واكس بوراكس كريم. البوراكس هنا اهو، ده البوراكس اللي هو صوديوم بوريت. البوراكس هنا بيدوب في المية وبيديني بوريك اسيد وصوديوم هيدروكسيد. الواحد مول من البوراكس او الصوديوم بوريت ده بيديني 2 مول من الصوديوم هيدروكسيد. تمام. طيب يبقى البوراكس بيديني صوديوم هيدروكسيد وهو ده اللي بيعمل الكولد كريم. طبعا الكلام ده انا هبقى اشرحه لكم بعدين بالتفصيل، بس دي زي انترودكشن كده. اهم حاجة بس نعرف ان احنا تفاعل الامالسيفيكيشن او السابونيفيكيشن عن طريق الاسيد بيز امالسيفاير
ده هنا احنا اخدنا في حاجة اسمها انسيتو او سيلف ايمالسيفاير، كله بنفس المعنى. وهنا بيتفاعل الفري فاتي اسيد مع الالكلي او مع البيز. يعني لو في مينرال اويل في التركيبة هنعتبرها تبع الاسيد اللي بيتفاعل مع الالكلي؟ لا، لان المينرال اويل ما بتحتويش على فري فاتي اسيد. انا محتاجة ان يبقى فيه فري فاتي اسيد، زي البيز واكس فيها فري فاتي اسيد، زي الستيريك اسيد فيها فري فاتي اسيد. انا محتاجة فري فاتي اسيد تتفاعل مع الالكلي او البيز عشان تديني اسيد بيز ايمالشن ويحصل السابونيفيكيشن او الامالسيفيكيشن. شكرا.